ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو حلو جدا ان شاء الله هيعجبك. كنافه هنعملها مع بعض بطريقه مختلفه وشكل غير العادي باذن الله. طريقه هتعجبك وتعجب اطفالك، وكمان لو عاملاها في العزومات بجد هتعجبهم بطريقه ما شاء الله، يعني هيقولوا تسلم ايدك بجد. شايفين معانا الكنافه؟ كنافه بصوص الشوكولاته، بجد تحفة. كنافة محشية بصوص الشوكولاتة. عملت صوص كده اقتصادي في البيت. طبعا لو عندك نوتيلا تقدري تحشي بيها، لو عندك كمان شوكولاتة خام تقدري تحشي بيها، تسيحيها وتحشي بيها. لكن الوصفة معانا النهاردة اقتصادية وبجد تحفة، ان شاء الله هتعجبك. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة عشان بجد قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونخش على الطريقة. اول حاجة هنعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي بتاعنا. هنحتاج كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، 4 معالق كبار من الكاكاو الخام. يفضل يكون كاكاو اسباني، بيبقى طعمه حلو جدا في الحلويات. هنحط بقى كوباية السكر وكوباية اللبن و4 معالق كبار من الكاكاو الخام. تمام. وهنشغل بقى الخلاط. حطيناهم كلهم في الخلاط، هنشغل الخلاط وبعد كده ننزل بسرسوب من الزيت. هننزل طبعا بالكوباية كلها. الزيت والسكر واللبن قد بعض، وال4 معالق من الكاكاو. تمام. ممكن تحطي 3.5 من الكاكاو. خلاص. هنحط بقى الزيت بتاعنا كله بالشكل ده. طبعا احنا ابتدينا يا جماعة بالصوص الشوكولاتة علشان خاطر يتحط في التلاجة او يتحط في الفريزر مع بال ما تعملي الكنافة، عشان يبقى معاكي اتقل من كده. عشان الكنافة طبعا اما تطلع لازم تبرد تماما، وبعد كده نحشي بيها الشوكولاتة بتاعتنا. زي ما قلتلكوا لو عندكم نوتيلا، لو عندك شوكولاتة خام تقدري تسيحيها على الحمام بخار، بخار مائي وتحشي بيها عادي. بعد ما تبرد كده شوية تروحي حاشية بيها. شايفين دي صوص الشوكولاته الاقتصادي وتقدري خالص. على فكرة ان انتي تحطيه ما في شاء علبة الله زي عليه كده، علبة تقيل، طبعا وكمية كمان يكون ليها كبيرة غطا وعلشان ما يدخلهاش اي ريحة. وتحطيها في التلاجة عندك وتحفظيها في التلاجة، واي وصفة يكون انتي محتاجة فيها شوكولاتة تطلعيها من التلاجة وتستخدمي عادي جدا. يلا بينا بقى نشوف الكنافة بتاعتنا هنعملها ازاي. دي كنافة لونها اورانج، جايباها لونها كده. طبعا بيبقى فيه كنافة لونها اورانج بالشكل ده، وفي كنافة عادي اللي هي البيضة. فانتي اي حاجة يعني مش مشكلة. انا بس عشان عيالي لفتهم اللون، لفت نظرهم اللون فقالوا لي احنا عايزين اللون ده. تمام. بس هي طعمها على فكرة جميل جدا عادي، يعني كنافة عادية جدا. فرشت جورنان علشان خاطر ما بهدلش الدنيا. انتوا عارفين الكنافة بتبهدل الدنيا، ممكن توقع اللي في الارض وعلى الرخامة وتفتفت كده في الدنيا ماشي، في المطبخ يعني. فبعد كده حطيت جورنان، فرشت جورنان او كيس كبير، شنطة كبيرة يعني. وتروحي بقى مجهزة الكنافة قدامك بالشكل ده، اللي هو تاخدي شوية بالطول بالطول كده وتجهزيهم، وتجيبي بقى اللي هي اي حاجة مدورة كده. دي كانت ايد مقوار عندي، الايد اللي هو بتاع المقوار اتكسرت فما رميتهاش، شلتها لظروف زي كده. فلفيت كده، لفيت عليها. او لو ما عندكيش مقوار مكسور ممكن تستخدمي المقوار يعني من تحت اللي احنا بنمسكه في ايدينا ده، وتروحي لفة عليه الكنافة، وتروحي بقى جمدة عليها جامد جدا جدا. جمدة عليها جامد علشان تطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وتطلع برضو ماسكة نفسها، ويعني مش الطرف بتاعها ما يسيبش منك. تمام. وفي نفس الوقت تكون مفرغة من جوه. شايفين انا بلف ازاي؟ لازم تملي يعني نسميها العصاية، العصاية بتاعتك كلها اللي احنا بنلف بيها دي، لازم تمليها لحد من فوق لتحت علشان خاطر الصباع يبقى معاكي حلو كبير مش صغير. شايفين بكل سهولة خالص. طبعا لازم تجهزي شوية كده جنبيكي، والباقي لو انت هتتأخري بقى في اللف الباقي ممكن تحطي تلبسي الطبق شنطة علشان خاطر ما تنشفش منك. انتوا عارفين الكنافة عاملة زي الجلاش، لما تسيبيها تتعرض للهواء بتنشف وتفتفت كده منك وهتاخد وقت كبير.
طيب لو هي مش راضية تلزق معاكي خالص وحاسة اللي هي كل ما تضغطي عليها تسيب وتطلع كده من بعضها، جيبي طبق مية جنبيكي، ويا دوبك تبلي ايديكي بس، وتروحي روحي مطبقة على الكنافة كويس جدا، هتتعمل معاكي بكل سهولة. بس ما تكتريش في المية، علشان دي برضو في الاول وفي الاخر الكنافة دي معمولة من عجين، فلو كترت المية هتحسيها اللي هي قلبت العجين يعني. تمام، حاجة بسيطة من المية خالص، يا دوبك تلمسي ايديكي كده من المية وتضغطي عليها، شايفين هتطلع معاكي الشكل الجميل التحفة ده. شايفين ماسكة نفسها وجميلة ازاي. وعلى فكرة تقدري كمان اللي انت تحشيها اي حاجة انت عايزاها، ممكن تحشيها صوص كراميل، ممكن تحشيها اي حاجة، وهقول لكم كمان ممكن تحشيها بايه يعني افكار. انا بقول لكم نص كيلو فاض منهم شوية دولت، نص كيلو ما شاء الله طلع كمية كبيرة. دي بقى سمنة على زيت، نص كوباية سمنة على زيت سيحتهم مع بعض، وهنرشرش كده فوق الكنافة بتاعتنا، مش هتدهني عليها، لا هترشرشي فوقيها. هتدخليها بقى الفرن حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة، هتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. جميلة جدا جدا اهي، طلعت من الفرن جميلة، ومش اللي هي طرية، لا فيها برضو سنة قرمشة، انا مغططهاش ولا اي حاجة، سبتها زي ما هي. عندك بقى عاملة شربات مثلا اللي هو بتاع الكنافة، حوالي نص كوباية كده، وتروحي مرشرشة كده عليها، علشان الكنافة طبعا ما فيهاش سكر، فحابين الكنافة ما نيجي ناكلها برضو تبقى فيها سنة سكريات يعني. ولو ما عندكيش ممكن لو عندك عسل نحل، ما تخففوش ولا اي حاجة، يا دوبك رشة كده برضو زي ما انا وريتكم. شايفين بقى الكنافة تقدري تاكليها كده، والله كانت تحفة جميلة. انا الصينية دي ما شاء الله على عيالي، انا والله صورت بالعافية، صورت بالعافية، يعني كانوا رايحين جايين عايزين كنت بمسكهم بالعافية. وده الشكل بقى بعد ما خلاص طلعتهم من الصينية، عشان خالص خاطر ايه هحشيهم بقى دلوقتي بالشوكولاتة. وزي ما قلتلك لو انت عندك نوتيلا تقدري تحشيها بالنوتيلا، عندك شوكولاتة مكعبات تسيحيها وتروحي حاشية بيها. طيب لو عندك كمان اللي هو كريم شانتيه، كريم شانتيه تقدري تحشيها بالكريم شانتيه. يعني انا احب انا بميل للكريم شانتيه عن الشوكولاته اكتر، لكن عيالي بيحبوا الشوكولاتات. يعني لو كريم شانتيه انا اللي كنت بقى اكلتها كلها. طبعا كريم شانتيه انتوا عارفين مع الكنافه هيبقى طعمه جميل جدا. تقدري بقى تعملي صوصات، ممكن تعملي صوص مانجا. صوص المانجا هعمله لكم ان شاء الله، المانجا لسه ما راحتش هعملها لكم، ممكن تحشوها بصوص المانجا هتبقى جميلة جدا. شايفين انا بحاول لو هي مش متفرغة من جوه بعصاية خلة كده والفها كده بتروح موسعالي كده الكنافة اللي جوه. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين يا حبايبي كنافة بجد، لو عجبتكم قولولي تسلم ايدك يا منى في الكومنتات. شايفين جميلة ومقرمشة كده، طعمها بجد تحفة، هتعجب اطفالك جدا، محبين الشوكولاتة هتعجبهم جدا. الكنافة بتتكلم عن نفسها. الله الله الله، بجد انتوا الحاجة دي لو اشتريتوها من بره هتبقى غالية جدا. بنص كيلو كنافة ب15 جنيه وصوص شوكولاتة، مكلفناش اي حاجة، حاجات عندنا في البيت. عملنا احلى وصفة حلويات هتعجب اولادنا، هتعجب ضيوفنا، هتعجبنا احنا شخصيا. لازم نغير كده عن نفسنا وكده ونتمزج. طبعا لازم نتمزج. وشكرا لكم جدا، يا رب اكون بسطتكم بالفيديو دوت، ودايما استنوني في جديد ان شاء الله، وصفات جديدة باذن الله. وشكرا لكم جدا يا حبايبي.